بصوا يا جماعه، بصراحه ده احتمال يكون اخر فيديو ليا بعمل فيه ريفيوهات او اجيب لكم منتجات رخيصه جدا ونينجا وجامده جدا، لان ولا حد بيعمل لايك ولا حد بيعمل فولو ولا حد بيعمل سبسكرايب. يعني انتوا مثلا لما بتشوفوني تمام بتقولوا الله المنتج ده كان حلو، الايس كريم ده كان جامد بتاع، لكن ولا حد بيعمل لايك ولا اي حاجه. فالحوار ده محبطني لان انا بصرف يا جماعه، بصرف وما فيش اي تقدير. المهم المنتج اللي هجيب لكم النهارده ده اخر منتج، بس بجد جامد جامد. لو انت في السوبر ماركت راح تشتري علبه جبنه وشفته اشتريه، لو واقف قدام كشك ولقيته اشتريه، لو انت مثلا مستني واحد صاحبك وزهقت ولقيته قدامك في اي سوبر ماركت اشتريه، لان ده جامد بجد. منتج انا اول مره اشوفه اصلا، ويعني حاجه كده في منتهى الجمدان. عشان ما اطولش عليك، بيج شيبس بطعم الليمون الحلو. ايه يا عم الطعم ده؟ طعم نينجا ليمون حلو. عارف انت الفراخ السويت اند ساور؟ ده فعلا طعمه حلو، بس حادق، ما تفهمش ازاي، بس ده جامد. وتقريبا بيج شيبس ده يعني الشركه دي الوحيده اللي هم عملوا الطعم ده، واول مره يتعمل الطعم ده بجد. الطعم ده جامد جدا 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 فوق ما تتخيل. انا اصلا كنت عايز ابطل حوار ريفيوهات، بس قلت ما ينفعش اشوف المنتج الجامد جدا ده وما عملش عليه ريفيو. انا انصحك انك تشتريه. البطاطسايه اصلا بتاعته خفيفه جدا ومقرمشه، ما تفهمش ازاي. يعني ميزه بيج شيبس عامه، حتى في اللي هو التاني البريميوم اللي هو ب 10 جنيه ده، طعمه جامد جدا، والبطاطسايه خفيفه وبتقرمش وحجمه كبير. يعني ده مثلا وزنه من 34 44 جرام، على عكس شركات تانية بيبقى حجمهم اصغر من كده. للاسف اعذرني يا اخويا، انا مش هقدر افتحه واجربه معاكم لان ده انا هفطر بيه الصبح. بس انا للاسف الصبح ما بقدرش اشتغل فيديوهات، وشي بيبقى مكرمش وكده. بس انت اهو هات على ضمانتي وما تقلقش هيعجبك. يعني هو شكلها بطاطسايه فاهم، مش هنخترع كتير، بس انا قلت اصورها لكم دلوقتي. بجد المنتج ده اشتريه وبامانه هتدعي لي. ما تنساش تعمل فولو ولايك وسبسكرايب، ولو طلع وحش اكتب لي في الكومنتات.